العبارات الجزائرية: مسافر فقط حقائبه بالطريقة هلوس سخر منه المسافرين لسوء الحظ، فإن البعض منهم ليس دائما لطيفا. هذا هو الحال بالنسبة لما سافر فقط حقائبه بشكل غير متوقع عند نزوله في الجزائر. في الواقع، عند النزول في الميناء من وهران الركاب الشركة البحريات عبارات الجزائر الوطنيات خط الميريا وهران، للأسف أسقط حقائبه في الماء، وهو الوضع الذي سرعان ما بدوره على الشبكات الاجتماعيات وتأثيرة الردود فعل عديدة بشكل رئيسي تحت شكل من إشكال السخرية. من يصدقه عندما يخبر أفراد عائلته أنه أحضر لهم هدايا لكنهم سقطوا في الماء ساخرا فتاة صغيرة على الشبكات الاجتماعية؟ قام بتفكيك برج إيفل وإعادته معه، وتساءل راكب أمواج: لقد انتهى الأمر ولن يعودوا إلى الجزائر مرة أخرى، كما قال مستخدم آخر للإنترنت ساخرا. على الرغم من أن الحادث قد يكون مثيرا للضحك، إلا أنه يمثل مصدر قلق للمسافر المعني. يمكن أن يسبب فقدان الأمتعة الكثير من القلق للمسافرين، سواء كان ذلك بفقدان متعلقاتهم الشخصيات أو استحالة مواصلة الرحلة بأمتعتهم. في هذه الحالة، يجد الراكب نفسه ليس فقط بدون متعلقاته، ولكن أيضا موضوع السخرية على الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، فإن رد فعل مستخدم الإنترنت مفهوم، لأنه من الصعب تخيل كيف يمكن أن تسقط الحقائب في الماء في الميناء. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الحوادث يمكن أن تحدث في أي وقت، ومن المهم عدم الضحك على حساب الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تعرض مسافر جزائري آخر للسخرية مؤخرا من خلال مقطع فيديو على تيك توك، لأنه أعاد فرنسا بالكامل، مما يعني أن الشخص كان سيصطحب معه الكثير من الأمتعة. لم تترك شيئا، إعلاما وأكياس تسوق. يقول شاب جزائري بصوت عال: لقد أحضرت فرنسا بالكامل بعد أن رأيت سيارة أحد أفراد الشتات مدرعة بأمتعة داخل وخارج العديد من الدراجات في الخلف وعدة أكياس تسوق على السطح. وتجدر الإشارة إلى أن الفيديو الساخر أحدث رد فعل كبيرة، كما قام العديد من مستخدمي الإنترنت بتشويه سمعة مالك السيارة، ولم يتردد آخرون في الدفاع عنه. لا بد أنه دفع ثمن تذكرته غاليا جدا، لذلك قرر جعلها مربحة جيد بالنسبة له، كما علق على المستخدم.